ايوه ربي، انه العدل الذي عزل. اين هو لينصفني من الظلم الذي ولي؟ احملاه. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. انزلاه. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. صدق الله العظيم. اسحبها. بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. صدق الله العظيم. أقيماه ليدخل على قدمي، وإلا فالسيف. رب يدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم. ما هذا يا أمير المؤمنين؟ إنه حطام رجل عاجز كفيف. فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. تعال تعال يا عم، تعال. اجلس اجلس ولا تخف. أنت هنا؟ ذهب الخوف. بعض الماء أيها الجند، يكاد الرجل يموت عطشا. اشرب. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. أطلق سراحه يا أمير المؤمنين، فإنه... مهلا يا عمر، فتلك مشورتك، ألا نقتل مذنبا دون بينة وشهود أو إقرار بالذنب. اسأله يا حجاج. ما اسمك يا رجل؟ عبد الله. عبد الله بن آدم. هذا هو أول الكذب، فاسمه كما جاء بكتاب الوالي محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. ما هذا التلفيق؟ هذا شرف لا أدعيه، وتهمة لا يزعمها إلا جاهل بالأنساب. وأين أنا من بني العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا عليك من اسمه ونسبه، اسأله عن تهمته. أما كنت تصلي بالناس إماما ثم تدعو في صلاتك؟ الدعاء أمر من الله عز وجل لعباده، حيث قال: ادعوني أستجب لكم. فماذا كان دعاؤك؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. صدق الله العظيم. أما كنت تدعو على ولي الأمر وتتهمه بالظلم؟ فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. يا أمير المؤمنين، إن رجلا جوابه وحجته ودفاعه آيات الله لا يتهم في ذمته، فأطلق. هل انتهيت منه يا حجاج؟
ليس بعد يا مولاي، ولو أجابني ب1000 آية من آيات القرآن الكريم لأجعلن جوابه حجة عليه. اسأله عن تهمته دون مراوغة أو جدل. أمرك يا مولاي. أيها الرجل أجب، أيهما أحب إليكم، أميركم يوسف الثقفي أم أميركم المعزول عمر بن عبد العزيز سامحه الله فيما فعل؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب، ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. فأيهما الخبيث وأيهما الطيب؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. صدق الله العظيم. أمرتك أن تسأله عن تهمته فحسب. أمهلني يا أمير المؤمنين لأنتزع إقراره على نفسه من حنايا صدره. أجبني يا هذا، أيهما أحب إليك، أن يتولى خلافة المسلمين أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك أعزه الله، أم يتولاها عمر بن عبد العزيز أميركم المعزول عن بلدكم؟ كشفت عن وجهك الحقير أيها المخادع اللئيم. تريد أن توقع بيني وبين أمير المؤمنين. هو يعلم أني أزهد الناس في الخلافة، وأني أول من بايعته طائعا، لا خائفا ولا مكرها ولا منافقا ولا طامعا مثلك. صدقت يا أبا عبد الملك. إيه وربي قد صدق ابن عمكم، وما أردت بمحاكمة هذا الرجل إلا تبرئة ساحة الأمير عمر مما يزعم هذا الخائن وأعوانه. وماذا يزعمون؟ يزعمون أنهم ما عرفوا رجلا أعدل منه ولا أجود ولا أكرم ولا أتقى، ولا ذاقوا حلاوة الأمن والطمأنينة إلا في عهده، ثم خرجوا على أثره يوم عزل هاتفين باسمه وليا للأمر وخليفة للمسلمين، ساخطين على من عزله، لاعنين من تولى أمرهم بعده هو ومن ولاه. أجب أيها الرجل، هل دعوتم له وليا للأمر دوننا؟ أجب.